أن الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام هي سر من الأسرار. ولادتها سر، وجودها سر، عمرها سر، اسمها سر، كل شيء فيها سر. في حياتها كانت سلام الله عليها سر، بعد شهادتها كانت وبقي السر. عطاءها لا ينضب ولا حد له. في رواية أنه أم أيمن خادمة فاطمة الزهراء عليها السلام بعد وفاة فاطمة الزهراء عليها السلام خرجت إلى مكة، قالت أنا بعد ما أبقى بالمدينة بعد وفاة فاطمة الزهراء عليها السلام. فتقول بالطريق أصابها عطش شديد، يقول خافت على نفسها من الهلاك. يقول بالرواية فكسرت عيناها إلى السماء وقالت يا رب تعطشني وأنا خادمة بنت نبيك. الله. فبالرواية تقول فنزل إليها دلو من ماء الجنة فشربت من هذا الماء فلم تجع ولم تطعم 7 سنين. 7 سنوات هي لا جوعانة ولا عطشانة. وطبعا ارتوت أم أيمن بسر اسم فاطمة الزهراء عليها السلام. لذلك اخوتي احبتي توسلوا بفاطمة الزهراء عليها السلام لكل شيء. توسلوا بها للآخرة، توسلوا بفاطمة الزهراء عليها السلام للدنيا. دائما قل إلهي أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها إلا ما قضيت حاجتي. أي حاجة من حوائج الدنيا والآخرة توسلوا بفاطمة عليها السلام.